من الأيام اللي ربنا بيوفقنا فيها وبينعم علينا فيها بالسعادة على مدار اليوم. يوم زي النهاردة الصبح كان عندنا تكريم وزاري من السيد الدكتور الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ودلوقتي احنا قاعدين قاعدة أنا مسميها، يعني الصبح كان تكريم وزاري وتكريم الدولة وتكريم الحكومة المصرية، لكن أنا بقول دلوقتي احنا قاعدين قاعدة بيتي شوية، قاعدة عائلية، قاعدة في وسط أهلنا وأصحابنا ومعارفنا وولادنا طبعا. فأنا سعيد جدا جدا بوجودي معاكم. يعني بالأثر عن نفسي كرئيس اتحاد مصر تايكوندو نيابة عن زملائي الحاضرين، المهندس محمد عجيزة محاسب حازم قنديل، أو اللي اعتذروا عن الحضور لظروف العمل أو لظروف السفر، العميد خالد محمود، محاسب مجدي طايل، المهندس مصطفى تعالى. بتوجه لكم كل الشكر والتحية على الأمسية الجميلة اللي احنا بنقضيها معاكم. شركة تاكل يعني من المؤسسات أو الهيئات، يا رب تبقى مؤسسة كبيرة يعني. فعايزين نبتدي نقول من المؤسسات بإذن الله تعالى يعني، وإن شاء الله تبقى بعد كده مؤسسة عريقة واسم إن شاء الله يبقى كبير في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي العالم. بدايتها يعني أنا أعتقد كانت وليدة الدورة دي معانا، زي ما احنا تولينا المسؤولية هم جم بعدنا في مجال التسويق الرياضي. من بداية شغلها احنا كنا متوسمين فيها خير، لأن القائمين عليها ناس محترمة جدا وناس عندها أمانة وعندها ضمير، بيحسنوا انتقاء اللعيبة اللي بيرعوها لحد النهاردة الحمد لله. وأنا متأكد إن شاء الله لقدام بكتير مفيش أي شكوى من أي لاعب، مفيش أي حاجة، بالعكس يعني الأمور مستقرة جدا معاهم. كل الأخبار اللي بتيجي منهم أخبار طيبة جدا. فأنا بشكركم جدا جدا على الدور الوطني والمحوري في الرياضة المصرية اللي انتوا بتعملوه. يعني حاليا الدولة المصرية بتشجع أي إيد بتمد يد العون والمساعدة للاعبين المتميزين في مختلف الرياضات وفي مختلف الاتحادات. فأنتوا بتقوموا بدور حيوي جدا مع مجموعة مؤسسات تانية من أجل دفع عجلة الرياضة المصرية، ممثلة في دعم اللاعب والبطل اللي بإذن الله تعالى الدولة بتشتغل عليه عشان هو اللي يرفع علم مصر في بطولات العالم وفي الأولمبياد. فيما يتعلق بالاتحاد المصري للتايكوندو، يعني احنا نرحب بأي مؤسسة أو أي شركة محترمة تتعاون معانا في إنها ترعى أبنائنا. دورنا إن احنا زي ما زميلي واخويا الفاضل المحاسب احمد فرج رئيس فرع اسكندريه قال ان احنا بنوفر من ناحيتنا الناس الامناء من عندنا المؤتمنين على ملفاتنا. لما بنقول المنتخب الاول المهندس محمد عجيزة، بنقول في البارة المحاسب حازم قنديل، بنقول في البونزة المحاسب مجدي طايل، بنقول في الشباب والناشئين المهندس مصطفى تعالى. احنا بالفعل يعني يشهد الله بنتابع كل صغيرة وكبيرة على قد ما ربنا بيقدرنا، وبنبقى عارفين الراجل اللي من عندنا ماسك ايه وبيعمل ايه وبيخطط ازاي. واحنا كمجلس اداره من اول لحظه تعهدنا ان احنا نبقى مجرد مجلس بيرسم سياسات، ما بنتدخلش في الرؤيه الفنيه، عندنا حياديه كامله في الانتخاب وفي الاختيار. عشان كده بفضل الله تعالى ابتدى يطلع من عندنا عناصر محترمه جدا، بقت عناصر جذب لتاكل والروابط والناس تانية كتير. والنهارده كمان النهارده تحديدا يعني بعد تكريمي الوزاري انا كنت في يعني اجتماع مهم جدا جدا مع يعني مؤسسة كبيرة جدا جدا، وكنت سعيد جدا بكلامهم عن التايكوندو. كنت سعيد كمان بأن هم شايفين أن التايكوندو حاليا بيتغير للأعلى وللأحسن ومهتمين جدا بينا. فده فضل ربنا وتوفيقه وستره عليا وعلى مجلس إدارتي اللي بوجه لهم كل الشكر والتحية. الحضور والغياب عندنا جهاز فني الحمد لله، يعني ناس شغالة بإخلاص وبضمير، وعارفة يعني إيه كلمة مصر، وعارفة يعني إيه إنها بتشتغل علشان ترفع علم بلدها. الحمد لله كمان اللعيبة اللي عندنا أنا شايف إن هم من أفضل الأجيال اللي جت، اللي هي مقدرة مسؤولية البلد ومقدرة مسؤولية كلمة مصر اللي على ظهره. أنا على المستوى الشخصي مش كرئيس اتحاد، أنا قبل ما أكون رئيس اتحاد كنت عضو مجلس دورة واتنين الحمد لله بالانتخاب. فأنا عارف ناس فيهم اتعرفت على ناس فيهم في الدورة الحالية. يعني أنا بفتخر فعلا إن أنا موجود كرئيس اتحاد معاكم، مش إن أنتوا اللي معانا ومع مجلس إدارة. أنا فخور جدا جدا إن إحنا اللي معاكم وإن أنتوا موجودين وإن أنا اتعرفت عليكم. ويمكن أنتوا شفتوا النهاردة مع تكريم الدكتور أشرف صبحي لكل واحد فيكم كنت دايما بميل عليه كده أقول له دي فلانة عملت كذا، ده فلانة عمل كذا. وكان باين جدا النهاردة إن إحنا فخورين بولادنا. والحمد لله النهاردة الوزارة يعني كانت بتكرم التايكوندو بطريقة يعني
اللهم لك الحمد والشكر. يعني كل الناس بتتكلم على تكريم التايكوندو النهارده، وعلى اهتمام الدولة المصرية النهارده باتحاد التايكوندو. فدعواتكم ربنا يتمها لنا على خير في اللي جاي، وربنا إن شاء الله يوفقنا وترفعوا علم مصر في الأولمبياد. وأنا بشكركم جدا على الدعوة الكريمة، المهندس محمد السرسي وكل أعضاء مجلس إدارة الشركة الموقرة. وأنا سعيد إن أنا شفت ناس كتير بقى، يعني بقى لي فترة طويلة ما شفتهاش، منها صديقي حسن بن جداوي وآخرين. وإن شاء الله كده نبقى معاكم السنة الجاية بإذن الله تعالى، ونحتفل إن شاء الله بعد الرجوع من باريس. متشكر.